هانتوما البنات هما الخبيزات ديالي وجدوا. شوفوا كيفاش كيجيو، شوفوا هانتوما ما شاء الله رطبين ومفشفشين، كيدوبوا في الفم. هانتوما شوفوا شحال زوينين البنات هاد الخبيزات. غادي نقدمهم انا مع لا سوب ولا مع الحريره ولا شوربه، اي حاجه بغيتو تقدموا معاهم قدموها معاهم. شوفوا كيفاش كيجيو، راه هما رائعين. انا نقطع عليكم تشوفوا من الداخل كيفاش دايره. بسم الله، شوفوا الخبز كيفاش داير، رطب ومفشفش، كيجي صراحه روعه شي حاجه. شوفوا انتم الفرماج معلق تيجي شي حاجه ولا اروع. غير جربوه، انا اكيد غادي يعجبكم ان شاء الله. سلام غزالات، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد الخبيزات كيجيو منسمين بالزراره وبالفرماج والزيتون، من اروع ما يكون. نبداو على بركه الله. المكونات والطريقه في نفس الوقت. هنا في هذا الطبسيل هذا غادي ندير معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات، ومعلقه كبيره ديال السكر سنيده، وعندي هنا كاس قل ربع ديال الحليب دافي. بسم الله، غادي نخلط هذا الحليب مع الخميره والسكر ونخليها تفاعل واحد شويه ونرجع لكم عاوتاني. اذا البنات من بعد ما تفاعلت ليا الخميره مع الحليب غادي نضيف واحد البيضه صغيره تكون بدرجه حراره المطبخ، ونخلطها. وعندي هنا كاس قل ربع ديال زيت المائده، وعندي هنا كاس قل ربع ديال الياغورت طبيعي. هذا حضرته البنات في المنزل، الا بغيتوا الطريقه ديالو كتبوها ليا في التعليق وانا غادي نصايب لكم فيديو. هانتوما البنات من بعد ما خلطت المكونات كاملين، بسم الله غنبدا نضيف الدقيق دابا تدريجيا. وعندي هنايا نص معلقه ديال الملحه كتبقى على حسب الذوق، وخماره ديال الحلوه غندير معلقه صغيره عامره. صافي غادي نحيد هاد المعلقه ونبدا نعجن بيديا. العجينه خاصها تكون خفيفه. عندي هنايا البنات غادي نضيف الزراره، معلقه صغيره ديال الزنجلان ومعلقه صغيره ديال السانوج ومعلقه صغيره ديال النافع ولا حبه حلاوه اللي كان عندكم فيهم. صافي وغادي نبقى غادي ندخلهم هكذا في العجينه، ونزيد نبقى نضيف الدقيق حتى تجمع لي العجينه، ما تبقاش هكا كتلصق ولكن تبقى خفيفه ورطبه. من بعد ما عجنت هاد العجينه هذه، شوفوا البنات كي تجي رطبه، واحد الملوسيه فيها ما تصوروش، كتجي واعره. انا خديت هنا واحد العلبه بلاستيكيه، بسم الله نرشها بالدقيق هكذايا مزيان، ونحط فيها هاد العجينه هذه ونرشها شويه من الفوق. صافي ونغطيها ونخليها تخمر واحد 30 دقيقه عاد نرجع ليها. من بعد ما خمرت لي العجينه قسمتها على 3 ديال الكويرات ولا 2 اللي بغيتو نتوما. صافي انا دهنت هاد اللاطه بشويه الزيت وبسطت هاد الكويرات هادو هكذايا على شكل خبيزات. ها هي الاولى بحال هكذا، هانتوما شوفوا على هاد الشكل واش كتبان لكم. كلها غادي نبدا ندورها هكذا بصبعاني بحال هاد الشكل هكذايا، نبقى نضغط عليها وفي الوسط هكذا ندير هكذا بصبعاني، كلها ندير لها هكذا بالصبعان، وغادي نخليهم يخمروا واحد 15 دقيقه.
غادي نخليهم البنات يخمروا واحد 15 دقيقه. هنا عندي البيض باش غادي ندهن، عندي هنا مربعات ديال الفرماج موتزاريلا، عندي الزيتون خضر مقطع دوائر والكحل. انا حيت ولادي ما تيبغيوليش الكحل غادي ندير غير الخضر، وغادي نرش شويه ديال السهنوج والزنجلان. يلا انا نخليهم يخمروا ونرجع لكم. بسم الله. نطبخوا. هنايا عندي البيض مطرباه مع شويه ديال الحليب، بيضه كامله مطرباها مع الحليب. غادي ندهنها بالخبيزه مزيان. الفران راني شعلته بدا تيسخن. هانتوما البنات غادي هكذا نوزع فوق منها الزيتون خضر مقطع، وكما قلت لكم ديروا الكحل الا عندكم تواجد في الدار ديروه. انا ولادي ما بغيتش نديرو حيت ما تياكلوش، يبقاو ينقيوه اللهم ما نديروش كاع. وغادي نوزع هاد القطع ديال الموتزاريلا ولا الفرماج ايضا اللي كان عندكم. نضغط عليهم شويه هكذا باش يلصقوا صافي. غنزيد ليهم واحد شويه ديال الزنجلان والسانوج، وغادي ندخلهم للفران يطيبوا حتى يتحمروا، ونوري لكم كيفاش جاو في الاخير. راه تيجيو زوينين صراحه البنات، غير جربوهم.